السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما ابدأ في اي حاجة بحب اشكر السلطانة هيام على دعمها لينا، ربنا يبارك فيك يا رب في صحتك. هنا ان شاء الله احنا هنبدأ ان احنا نعمل اكلة الحلة الواحدة، وهي عبارة عن كبسة بالفراخ. هنسمي الله ونجيب حلة على النار، نحط فيها معلقة سمنة كبيرة، سمنة بلدي، وهسيبها لحد ما تسيح معايا وتسخن. اكون بشرب بصلاية هنزل بيها، واكون دقة فصين توم هنزل بيهم برضو. الحاجات دي كلها احنا بنشوحها، مش بنديها لون خالص. هكون مجهزه البهارات الخشن بتاعي: قرفه، ورق لوري لو فيه، لومي، حبهان، ويشوحوا لحد ما ريحتهم تطلع، وابدا انزل بالبهارات الناعم: بابريكا، ملح، كمون، فلفل اسمر، بهارات فراخ، توم باودر، بصل باودر، واحط قرنين شطه لو مستحب ان انتوا تحطي، مش حابه خلاص. وبعد ما الحاجات دي كلها تاخد معايا ريحه حلوه كده ولون، هبدا انزل بالفراخ بتاعتي، واسيب لحد ما الفراخ تشرب بقى من البصل والثوم والبهارات ده كده. تمام، هبدا انقلها على الناحيه التانية، واسيبها برضو تاخد معايا الطعم بتاع البصل. هنا انا كنت مجهزه بصلايه طماطميه مبشوره، هنزل بيها مع معلقتين صلصه جاهزه، معلقة كبيرة تكفي، وهسيبهم يتشوحوا تمام خالص. وبعد كده هبدأ اسيبهم لحد ما يبقوا معايا بالشكل ده كده، يعني اتشوحوا وخدوا الريحة والطعم وكل حاجة. هبدأ انزل بالمرقة بتاعتي اللي هي المية المغلية، وهنا انا حطيت مكعبين مرقة معاهم، وهغطي عليهم لحد ما الفراخ تستوي. اما تكون استوت هنعمل احنا سلطة الدقوس، وهي عبارة عن بقدونس وقرنين شطة وطماطمية وفصين ثوم وليمون، وهضربهم في الخلاط كويس. وبعد كده هنزل عليهم بليمونة ومعلقة صلصة كبيرة، عشان بس الصلصة تديني لون احمر كده يكون حلو. كده احنا خلصنا السلطة بتاعتنا وفراخنا استوت اهيت. هبدأ اطلع الفراخ بتاعتي، هكون مصفية رز البسمتي، كنت نقعاه طبعا قبليها بساعة. هبدأ ان هبدأ ان انا اصفيه. تمام كده الرز بتاعي خلص اهو، بسم الله ما شاء الله. مش قادرة اوصف لكم ريحته عاملة ازاي وطعمه حلو قوي قوي قوي. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص يا حبايبي، يا رب يعجبكم. هنا بقى بتزيني من عندك، عايزه تحط، انا هنا حمرت حبه سوزداني بسمنه بلدي وحطيتهم عليه، وورقتين بقدونس. حمرته في سمنه بلدي بيبقى طعمه خرافه بالسمنه البلدي، وبيبقى حلو قوي. وبكده يا حبيبتي يا حبايبي الطبق بتاعنا يكون خلص النهارده، يا رب يعجبكم يا رب. ويا ريت ما تنسونيش بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس. طبعا انا هنا حمرت الفراخ على العين من فوق. تمام كده، مع السلامه، باي باي.